لم يكن العمل الخيري مجرد مبادرات موسمية بقدر ما هو تلبية لنداءات الإنسانية أساسها في ذلك هو الواجب. من حفل العشاء الخيري لمؤسسة حماية للمرأة والطفل. سعادة ناعمة الشرهان، مساء الخير عليك. مساء النور، أهلا وسهلا وياك حبيبتي. نورتينا اليوم. ديتك منورة بأصحابها. كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. طبعا أنا أقول في هذا اليوم الجميل نشوف الجميلات ما شاء الله المنتشرات في كل مكان. نقول يوم فعلا في الاعتراف في المرأة وجهودها اللي آمنوا فيها قادة الإمارات. فنشوف بنت الإمارات اليوم صعدت هذا الصعود في كل ما شاء الله المحافل، وأشوف اليوم كفاءات أمامي كثيرة وكبيرة، وأنا أقول هنيئا لبنت الإمارات هذا الدعم اللي فعلا يعني نراه اليوم في كل مكان، نرى جهودها ما شاء الله وتصدرها في كل الأماكن القيادية اللي موجودة. وإذا بنتكلم عن جانبنا جانب المجلس الوطني الاتحادي وجودها 20 مقابل الرجل 20، هذا ما هو إلا فعلا أن للمرأة أصبح حضور كبير وأصبح إيمان كبير من القادة بأهمية وجودها في كل مكان. فهي اليوم الأم وهي المربية وهي المعطاءة وهي المبروكة وهي كل شيء. بدون المرأة لا حياة، أنا أعتقد يعني هاي من وجهة نظري، هي روح المكان وهي نص المجتمع وهي بانية الأجيال. أستاذة أنت قدوة وخرجتي كفاءات، ماذا تنصحين أمهات المستقبل؟ أنا أنصح أقول هذه الدولة تعبوا عليها القادة، وإحنا وصلنا إلى مواصيل في يعني زمن قياسي. نتمنى من ال50 القادمة أنها تكون أكثر نجاح وأكثر اهتمام، ونتمنى من يعني بالذات الأم اللي هي حريصة على أن يعني على قوة الأسرة على أساس يقوى المجتمع، أن يعني القيم، المبادئ، الأخلاق، يعني بناء أسرة قادرة أنها هي تبني هذه الدولة. الأعمال الخيرية مطلب إنساني، فهل توصلت الجهات الخيرية لمشاريع اكتفاء ذاتي للمحتاجين؟ أنا أقول يعني الإمارات دائما سباقة في عمل الخير، ومن بدايات الاتحاد نحن نعرف صارت نموذج لعمل الخير. أعتقد المشاريع الخيرية اللي عندنا تنم بأن دولة الإمارات فعلا لها باع كبير، وهذا شيء عالمي، ليس يعني بالمساعدات اللي تقدمها الإمارات أخذت مراكز متقدمة في عمل الخير، ولكن إحنا بعدنا محتاجين أن نحن نقدم خير، والخير دائما لا ينقطع، وهذا اللي تعلمناه من زايد. طيب الله تعالى. كلمة من قلبك الكبيرة. أتمنى للمرأة الإماراتية الصدارة، وأتمنى أن يعم الأمن والاستقرار، وأتمنى أن يكون هناك فعلا ترابط أسري، وأتمنى لدولة الإمارات دائما تكون في أعلى يعني بين الدول هي الدولة اللي تعم بالأمن والأمان. والحمد لله نحن في دولة لله الحمد والمنة، هذه الدولة يعني كل شيء اللي تبغينه موجود فيها بقادة يسهرون على راحة المواطن. صحيح. فنتمنى لهم إن شاء الله يحفظهم ويحفظنا أجمعين يا رب. وأنا أحبك وايد وأحبك في الله والله العظيم، وأنت تعرفين حبيبتي. شكرا يا حبيبتي ناعمة، أنت ناعمة حبيبتي. قلبك سمين يا عمري. شكرا، الله يسعدك.